السلام عليكم ومرحبا بكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وتكونوا في صحة جيدة يا رب. مرحبا بكم في قناتكم لمسة من مطبخ زهرة. اليوم جيت نطلع لكم بعد غياب طويل. صحة رمضانكم وصحة فطوركم تاع اليامات اللي فاتوا. جيتكم بوصفة خفيف ظريف بالخفت وجد سهلة في هذا رمضان وكامل يحبوها. وصفة البريك راح تجي بزاف سهلة وتجي مقرمشة. المقادير سهلة وموجودة في كل منزل فهذا رمضان. عندنا هنا طون تاع الزيت، عندنا فلفل حار مقطع صغير، كاريات صغار، طماطم مقطع كاريات صغار، بصل كذلك، عندنا معدنوس، عندنا جبن، وعندنا زيتون اسود. عندي حبة بطاطا هنا كنت فورتها بشوية ملح وهرستها، وعندي البيض هنايا. الكمية ولا اللي راح ديروها حسب عدد افراد العائلة تحكم. انا كنت درت معاكم هنايا 3 حبات. هنا نحكم حبة تاع ديون نقسمها على 4 مثلثات كما راكم تشوفوا. مثلث واحد نديرو في وسط الحبة تاع الديول بهذه الطريقة، ومن بعد نجي نحط عليه شوية تاع البطاطا اللي كنت مرستها وضفت لها شوية تاع مارغرين باش تعطي لها بنة بزاف شابة. ندير طبقة رقيقة بالفرشيطة كما راكم تشوفوا، ومن بعد نجي نضيف المقادير الاخرى. ندير شوية تاع البصل، شوية تاع الفلفل، شوية طماطم، كامل شوية شوية منهم. هنا المكونات اللي راح ديرهم الداخل كل واحد واش يحب يدير. تقدري ديري زيتون مقطع دوائر صغار، زيتون اخضر. تكونوا غليتوه بيروح له هذاك الملح، تحبوا تزيدوا. المهم هنا اختياري والاذواق تبقى اختياريه. انا هنا درت واش عندي، درت زيتون، درت غير فيه حبه واحده باسكو انا ما نحبش الزيتون، درت غير الزوج فقط. هنا بعد ما درت كامل هذوك المكونات ندير شويه تاع الطون تاع الزيت. هنا اللي تحب دير فيونداشي تكون تقليه بشويه تاع البصل وديرو ثاني يجي بنين. بعد ما درت الطون نجي هنايا ندير جبن ابيض. كما تعرفوا البريك يحب الجبن الابيض بقطع هكا كبار، ما ديرهمش صغار باش يجي باين هذا هو في البنه. هنا كثرت شويه لانه انا الزوج نحبه شويه فرماج، وانت يا ديري حسب الرغبه تاعك. نجي نكسر حبه تاع البيض في الوسط كما راكم تشوفوا، وندير عليها رشه تاع الملح ورشه تاع المعدنوس. انا هنا كثرت معدنوس لانه احنا نحبوا المعدنوس. نجي نغلق الحبة بهذه الطريقة، طريقة جد سهلة وتقدروا ترفدوها وتحطوها بيديكم نورمال. هنا اللي ما تقدرش ترفدها تحط صحن تحت الحبة تاع الديول ومن بعد ترفد به. هنا مباشرة في مقلة كنت حطيت فيها شوية تاع الزيت، سخنتها مليح ومن بعد درتها على نار متوسطة. نحط الحبة تاعي تتقلى. هنا الحبة الزوجة ما كنتش صورتها. حطيت نفس المكونات، نجي نحط البيضة والمعدنوس والملح باش البيضة كي طيب ما تجيناش مسوسة، ونغلق بنفس الطريقة ونجي نقليهم كما قلت لكم على نار متوسطة هكا باش ما يشربولناش الزيت ويطيبوا لنا مقرمشين. تبعوا هذه الطريقة راح تجيكم قرمشة بزاف هايلة ويجوا طيبين حتى للقلب. والبيضة كما تحبوا زعما طيبوها. انا هنا نحبوا البيض شوية طيب، كنت مرة على مرة ونقلبها باش طيب لنا هذاك البيض. واللي ما يحبش البيض يحبوا شوية سايح الداخل، يزيد النار شوية ويخليها تحمر من برا والبيضة تبقى طيب نص طياب. هنا راني نقلب فيهم كما قلت لكم مرة على مرة باش ياخذوا لنا تحميرة شابة ويطيب لنا هذاك البيض من داخل. في كسكس كنت حطيت تحته طبسي، راح نقطر الحبة تاع البريك بهذه الطريقة، نحطهم واقفين من الجهة اللي غلقت منها هكا باش تكتر لنا كامل هذيك الزيت. ومن بعد نجي نحط تحتهم بابي ابسوربو زيدي يمتصنا هذاك الزيت الباقي. هنا كنت حطيتهم في صحن التقديم، حطيت معاهم لترونش تاع الليم. راح الحبة تجي تقهم شوية، يعني حبة ونص راح تكفيكم. نتمنى ان شاء الله عجبتكم وصفة اليوم وتجربوها، وصحة فطوركم وصحة سحوركم. سلام.